السماء. أوقات كتير بنرتاح لما نرفع راسنا لفوق ونبص للسماء بالليل، بتفكرنا بجمال الحياة لما نقعد نتأمل في جمالها واحنا بنشوف النجوم. مش بس النجوم، لما بتشوف القمر بالليل بيبقى كفيل يخليك سعيد جدا لما تلاقيه منور السماء وتتخيل انه بيضحكلك. وكمان بنشوف الكواكب، هتتفاجئ لو قلتلك ان بعض النجوم اللي بنشوفها في السماء هي اصلا كواكب مش نجوم. اما بقى لو حظك حلو والسماء صافية ممكن تشوف الشهب والمذنبات. في الحقيقة النظر للسماء بيخليك تسأل اسئلة كتير عن النجوم، ازاي اتكونت، الكون ابتدى امتى وفين، ليه في حركة للارض والنجوم وكل حاجة في الكون، هل الانسان فعلا هبط على القمر، طب الضوء بتاع المجرات والنجوم ازاي بيوصل لنا من بعيد كده، واسئلة كتير كتير كتير. بجانب الاسئلة دي كلها بيبقى نفسك تصور النجوم والسماء بس مش عارف ازاي. هتبدأ طريقة التصوير منين؟ ايه المعدات المفروض تبقى معاك؟ هل لازم يبقى في تلسكوب معايا او كاميرا احترافية؟ طب ممكن اصور بالموبايل بس؟ بتبحث كتير طبعا عن اجابات للاسئلة دي، ويا سلام لو ممكن تلاقي صفحة على الفيسبوك او قناة على اليوتيوب تكون بتعرض محتوى علمي في علوم مختلفة زي علوم الفلك والفيزياء، وكمان كورسات عن التصوير الفلكي. احب اقولك ان قناة اليوتيوب دي موجود، وصفحة الفيسبوك كمان موجود اسمها علومجي. مع علومجي هتقدر تقرا خرائط السماء وتستعمل الابليكيشن اللي تمكنك انك تحدد اماكن المجرات والكواكب والنجوم في اي وقت واي يوم. هتتعلم ازاي ترصد القمر واطواره والظواهر المرتبطه بيه زي الخسوف والقمر العملاق، ازاي تستعمل التلسكوبات بانواعها وترصد وتصور بيها النجوم والمجرات، وحتى لو مش معاك تلسكوب هتتعلم ازاي تستعمل الكاميرات سواء العاديه او المعدله، وكمان العدسات المناسبه للتصوير الفلكي. بص، حتى لو مش معاك غير موبايل، علومجي مش هيسيبك الا لما تقدر تصور صور فلكيه حلوه بالموبايل بتاعك. من خلال متابعتك لكورس التصوير الفلكي مع علومجي هتقدر تصور باذن الله صور فلكيه احترافيه زي اللي انت شايفها دلوقتي، حتى لو السماء اللي انت بترصدها فيها تلوث ضوئي شديد، لانك هتتعلم معالجه التلوث الضوئي ده في كورس التصوير مع علومجي. في علومجي كمان هنناقش القضايا العلميه في العلوم المختلفه زي علوم الفلك واستكشاف الفضاء، ده طبعا بالإضافة للنظريات والاكتشافات العلمية سواء القديمة منها أو الحديثة. لو عملت سبسكرايب لعلومجي على اليوتيوب أو لايك لصفحة الفيسبوك هتتعلم مهارات جديدة في التصوير الفلكي على الكاميرات الاحترافية أو المعدلة، وكمان حوامل التلسكوبات زي الستار تراكر والجوتو ماونت. علومجي كمان مش ناسي اكتر حاجة صعبة على المصور الفلكي، وهي برامج معالجة الصور زي الفوتوشوب، البيكسل سايت، السيكويتور، الديب سكاي ستاكر وغيرها، واللي بتجيب لك ساعات احباط من كتر محاولات بدون نتيجة مرضية وبتاخد منك وقت كتير جدا. علومجي بيقولك ما تقلقش، علومجي عمل كورس كامل بيعلمك التصوير والمعدة من الصفر حتى الاحتراف. ما تنساش كمان في قناة علومجي في حلقات علمية هنناقش فيها الظواهر الكونية ونظريات في علوم الفضاء والفلك. منتظرينكم في علومجي.